بصوا يا جماعة، الوصفة بتاعت النهاردة دي تحفة وجبارة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. اولا احنا في الشتاء عايزين حاجة تدفي، وعندنا اقل حاجة في السعر في السوق هي البطاطا. انا جايبة الكيلو ب10 جنيه. خلاص، تيجوا معايا نشوف هنعمله ايه. البطاطا بتتعمل ازاي بحاجة حلوة وهتبقى شيك وحاجة سهلة جدا جدا. يلا تعالوا معايا ونشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجه جبناها كيلو بطاطا معانا اهو زي الفل زي القمرايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. غسلنا كيلو البطاطا بتاعنا القمرايه ده، وهنروح مولعين الفرن بتاعنا ومسخنينه جامد جدا فوق ال 180 درجه او 200. وهروح حاطين شويين البطاطا. خليكم معايا هنشوي البطاطا وهنرجع نقول لكم هنعمل ايه تاني. عملنا ايه؟ جبنا كاستر كوبايه لبن، وجبت كيس من الكاستر وعليه معلقتين سكر وحطيتهم على النار. وايه دي الخطوه الثانيه. يبقى الاول شوينا البطاطا وبعد كده عملنا الكاستر. دي البطاطا بتاعتنا اهي بعد ما شويناها في الفرن خلاص كده اهي زي القمر اهي. بسم الله ما شاء الله عليها. هتعملي ايه بقى يا مها دلوقتي؟ انا هقولك اعمل ايه. زي ما انتوا شايفين ده الكاستر بتاعنا اهو. ماشي، رحنا جايبين ايه؟ جبنا البطاطا اهي هنفتحها وهنحشيها بالكاستر. وبعد ما نحشيها بالكاستر هنوصل نحطها في شوايه الفرن، بس مش هنحط حاجه تانية. وزي ما انتوا شايفين ادي البطاطا فتحتها بالسكينه وحشيتها بالكسر اللي احنا عملناه. طب اخر تكايه ايه بقى يا مها؟ هنروحوا جايبين السمنه البلدي بتاعتنا. ماشي، انا هوريكم السمنه بتاعتي علشان خاطر ايه تو... بصوا انا مش عارفه معلش انا اسفه. اهي السمنه البلدي بتاعتي ايه. هناخد منها وهروح حاطين ايه على الكسر عشان لما نحطوها في الفرن اهي هنحطوها على وش الفرن ايه هتتحمر بالسمنه وهتبقى ايه حاجه جباره. يبقى عملنا ايه معاها النهارده؟ جبنا البطاطا بتاعتنا غسلناها غسله كويسه قوي، وبعد كده رحنا حطيناها في الفرن شويناها. وبعد ما طلعناها وبردت رحنا فاتحينها من النص، وكنا عاملين الكاستر بتاعنا. ايه الكاستر عباره عن ايه؟ كوبايه لبن على كيس كاستر على معلقتين سكر على حته زبده، ورحنا حاطينهم على النار. وبعد كده لحد ما ربطت معانا وسيبناها لما بردت، وطلعنا البطاطا من الفرن وفتحنا البطاطا من النص. وبعد كده حشيناها بالكاستر، وعلى الوش حاطين عليها حته سمنه بلدي، ورحنا زاقينها فين في الفرن من فوق عشان احنا عايزين نحمر بس الوش مش اكتر ولا اقل. خليكم معايا شوفوا هنعمل ايه بعد كده. وادي البطاطا بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. بسم الله ما شاء الله. يبقى احنا عملنا النهارده يا مها بطاطا بالكاستر. وصفه سهله جدا، وان شاء الله تعملوها وتعجبكم. وعايزاكم ان شاء الله تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناه وتعلقوا لي وتقولوا ايه رايكم، هيبقى طعمها حلو ولا لا. واشوفكم في وصفه جديده باذن الله من مطبخ منوعات ماما مها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.